السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحتكم ومسيتكم بنور النبي ومرحبا بكم على قناتي مطبخ الإلهام. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. وصفتي لي اليوم في إطار تحضيرات ديال العيد إن شاء الله، حلويات العيد. عندي هاد غريبة البهلة ولكن بطريقة مختلفة وبمقادير مختلفة والمذاق يا سلام. كنتمنى تجربوهم بساطين ولكن كيجيو راقية في المذاق ديالها، وكنتمنى تجربوها وتكون من بين الحلويات اللي غديروهم للعيد ان شاء الله. نبداو بمفتاح الاعمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتلقاو في المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. عندي بالنسبه للمقادير، عندي انا واحد 100 غرام ديال البخاليني اللي هو عباره عن اللوز اللي حمرته مع السكر، قد السكر قد اللوز. عندي 100 غرام ديال الكركاع اللي مسخن عندي ومهرمش. عندي 100 غرام ديال الزبده من النوع الجيد او لا مارغارين على حسب. وعندي واحد حقبيسه زايده ديال الملحه. وعندي 80 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل كاس لاروب. وعندي 80 غرام ديال الزيت كذلك ما يعادل كاس لاروب. وعندي بيكربونات الصودا، غنديرها بيكربونات الصودا كتعطيها واحد، كتفقعها وكتجي زوينه. والدقيق على حسب الخليط. بالنسبه للتزيين انا درت نسلي كراميل اللي انا طيبتها ومن بعد خليتها حتى بردات. عندي الكركاع، انصاف ديال الكركاع. غنبدا ان شاء الله بالطريقه اللي هي سهله. كناخذ الزبده والسكر سنيده كنخدمهم مزيان حتى كيتخدموا. انا كنفضل في غريبه انني ندير حسن السكر سنيده لان كتعطيها واحد القرمشه من الداخل يا سلام. من بعد كنضيف داك الزيت باش تطلق ليا السكر سنيده حتى نحاولوا ناخذوا سكر سنيده من النوع الجيد واللي عنده الحبيبات رقاق. الا كان عندكم الحبيبات غلاط دوزوها شي شويه في الطحانه. من بعد كنضيف داك الملحه. هي كتجي هاد الغريبه زايده ملوحه باش كتعطي هذاك واحد مذاق رائع ديال ما بين الملوحه والحلاوه. من بعد كنضيف داك البخاليني. قلت لكم اللي ما توفرش ليلو البخاليني ماشي مشكل، يحمر غير اللوز 100 غرام ديال اللوز ويضيفها، يطحنها ويضيفها. من بعد ضفت الدقيق شويه بشويه. الدقيق على حسب الخليط لان الكرتو عرفوا الغريبه كل وحده شحال كتهز. ما نقدرش نحكم عليكم نقول لكم ها شحال كتهز لان على حسب الدقيق وعلى حسب النوع ديال الزبده. من بعد كنضيف انا داك 100 غرام ديال الكركاع اللي عندي مسخن ومهرمش، غير بالموس قطعته مزيان دقدقته. ومن بعد غنضيف داك بيكربونات الصودا وغنخدم كلشي. كنعاود معكم المقادير. عندي 100 غرام ديال الزبده، 80 غرام ديال السكر سنيده، عندي 80 غرام ديال الزيت، عندي 100 غرام ديال البخاليني، وعندي 100 غرام ديال الكركاع اللي هو عندي مقطع، والدقيق على حسب الخليط، وبيكربونات الصودا واحد 10 غرام ديال بيكربونات الصودا. في حاله اللي ما توفرتلوش غياخذ واحد الخماره ديال الحلوى ونص، غيكون فيها 10 غرام. دابا غنحاول نعبر. عندي انا الغريبه دائما كنعبرها باش كيجيوني قد انا خديت فيها 25 غرام في كل غريبه باش تجيني مقدوده، ما هي شي كبيره ما هي شي صغيره. وانتم على حسب اللي بغى يدير اقل ممكن يدير اقل. كاين الناس اللي يحبوا الحلوه تكون صغيره ماشي مشكل يدير قل ابتداء من 20. من بعد كنحطها في صينيه الفران وكنحاول نضغط عليها باليدي باش ندير واحد الحفره اللي غنعمرها انا بالنسلي كراميل. انتما كتشوفوا. من بعد انا خديت نسلي كراميل وغنديرها في داك الحفره، غنحاول نعمرها بداك نسلي كراميل. في هذا الاثناء كيكون عندي كيتسخن الفران على 150 درجه. كنشعل له الفوق والتحت. في حاله اللي عنده فران ديال الغاز يدخلها للجهه السفلى لتحت تكون العافيه من الفوق ويدخلها لتحت الفران واحد ماشي 5-7 دقائق، يطلعها الفوق ويخليها تكمل الطياب ديالها حتى كتحمر. انا كنعمر كلشي هاد الحفيرات اللي عندي. انا هاد العدد كيعطيني هاد الكميه هادي عطاتني 33 حبه، وانتم الا صغرتوا يدكم غتعطيكم اكثر. من بعد كناخذ الانصاف ديال الكركاع اللي كنغطسهم في بياض البيض. الكركاع طبعا عندي ما مسخن ما حتى شي حاجه، مازال خضر لان غيكمل يتحمر في الفران. في هذا الاثناء كيكون الفران كيتسخن على 150 درجه من الفوق ومن التحت. اللي عنده الغاز غيسخنوه مزيان. من بعد غيحطوه في الجهه السفلى ديال الفران تكون العافيه من الفوق حتى كيتفقع واحد 5 دقائق 7 دقائق ويطلعوا الفوق ويكمل الطياب ديالو. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيخرجوهم في الفران، كيجيو غزالين. داك المذاق ديال
الكراميل مع القرقاع مع داك البغريبه كتجي روعه. كنتمنى تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم وتكون من بين الحلويات ديال العيد ان شاء الله. لان من جد كتجي راقيه وفي المذاق وفي المنظر كتجي زوينه، وحتى المذاق ديالها كيجي غزير بالبخاليني. قلت لكم اللي ما توفرلوش البخاليني ممكن يعوضوا باللوز عادي، او لا اللي ما عندوش كاع يدير حتى الكاوكاو، ما كاين حتى شي اشكال. كتجي بنينه وزوينه هاد الغريبه بشكل راقي شي شويه. كنبدلوا من داك الغريبه البهله اللي دائما حنا كنقدموها، هذه بشكل زوين وطريقه زوينه حتى هي. كيجيو فنه هاد الغريبه. كنتمنى تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. طبعا الا عجبتكم بارطاجوها مع احبابكم وصحابكم باش تعمل فائده، واللي مازال ما اشتركش هذا فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وما تنساوش البصمه ديالكم لان من جد كتحفزني، وكتزيدوا تعليقاتكم كذلك كتحفزني. ودمتم في رعايه الله. وما تنساوش زوروني على مواقع التواصل الفيسبوك والانستغرام. ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء في وصفه جديده عما قريب تنزل لكم، لان حلويات العيد ان شاء الله انا غنحطها متتابعه ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء.